السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. شايفين يا جماعة الجمال؟ شايفين الحمام عامل ازاي؟ حاجة كده ولا اروع من كده. تعالوا بقى نشوف احنا عملنا الحمام ده ازاي النهاردة. ان شاء الله وصفتنا سهلة جدا جدا وبسيطة، ولا اروع في الطعم. طعم فوق الخيال، فوق الخيال يا جماعة والله. جميلة جدا وسهلة وأسهل مما تتخيلوا. أول حاجة كده هنعمل الحمام الكذاب. طبعا معانا أوراق فراخ، الكمية اللي انتوا عايزينها. الكمية دي بقى مفيش مقادير فيها يعني. ورك 2 3 4 8 عادي، مفيش مشكلة. المتوفر عندك. أنا النهاردة إن شاء الله هعمل 4 حمامات، أو هعمل 4 أوراق فراخ. زي ما انتوا شايفين مش هجيب الفراخ مخلية ولا حاجة. انا اعرف اخليها. طبعا الست يعني المصرية مبقاش يعني مبتبقاش اي حاجة صعبة عليها ان شاء الله بفضل الله. فهنشوف مع بعض هنخلي ازاي. اول حاجة كده بشيل العظم زي لما بكون ايه، لما بخلي اي حاجة كده، او يعني بطرف السكينة كده. بس اهم حاجة في الموضوع تكون السكينة معاكي حامية. السكينة معاكي حامية هتاخدي افضل نتيجة. وهوريك العظم في الاخر والله يا جماعة يعني. مفيش لحمة فيه ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين هاخد كده، هفتح كده من النص. اهم حاجه الجلده بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي ما تتقطعش. اللي انا بشاور عليها دي ما تتقطعش، عشان لو اتقطعت طبعا احنا مش يعني مش الوصفه بتاعتنا هتبقى صعبه قوي ان هي تكمل. زي ما انتوا شايفين بدب كده بسكينه جامده قوي على الرجل من تحت، او على الدبوسه من تحت. وهبدا ان انا ايه، اخلي. شوفوا بمسك العضمايه، العضمايه في ايده والسكينه في ايده، وبمشي بالسكينه كده زي اللي بنحت. يعني زي ما تكوني بتنحتي على حاجه كده. هتفضلي تنحتي تنحتي لما هي اصلا بتفسر نفسها. يعني هي بتسيب اللحمه قدامك. هتلاقيها سهله جدا، يعني سهله جدا. أنا اول مره اخلي فراخ، اوراق فراخ يعني اللي في البيت، وسهله جدا يعني مفيش فيها اي حاجه خالص. ما تصعبيش الامور عليكي. ولو عندك كده وركين كده ولا 3، قومي اعملي الوصفة. تحفة تحفة تحفة. جميلة جدا. ولا اسهل من كده. طبعا الكسر اللي انا عملته ده ايه فايدته؟ بيخليلي العضمية تفك من الحتة اللي هي تحت، اللي احنا يعني هنعتبرها ان هي اللي هي الديل بتاع الحمامة. اللي هتدينا يعني شكل حلو، او هنمسك بيها الورك كده من تحت. ما نقصهاش طبعا، علشان هي دي اللي هتحفظ حشوة الرز، ومش هتخلي طبعا في حاجات كده طالعة من بره ومن جوه. هي دي اللي هتسدلنا الجهة دي. هفضل بقى ان انا ايه، يعني اعمل كده. طبعا انا اسفة لان الكاميرا يعني ايه، تحسوها بعيدة شوية. بس هو كل اللي انا بعمله بنحت برضو زي ما نحت في الحتة الاولانية. هفضل انحت كده لما اللحمة اصلا هتشيل. زي ما انتوا شايفين العظمة كده طلعت، وال, يعني سابت الورك كده وطلعت. طبعا انا بقى بحاول بقى يعني لو في حتة جامدة ولا حاجة بالسكينة، وبتظبط معانا وبتبقى زي الفل. شوفوا بقى انا كده ايه، خلصت الموضوع. الورك اهوت ما فيش فيه، هو كله باللحمة بتاعته ولا اي حاجة. تلف رول. طبعا قبل ما نشتغل فيه طبعا علشان انتوا عارفين الفراخ، طبعا هندي رشة ليمون وشوية خل ونظبط الدنيا. وطبعا هم مغسولين من قبل اصلا ما اشتغل فيهم كده. بوريكم بقى العظم. يعني ما فيش اي حاجة يا جماعة في العظم خالص. يعتبر ان شلت الحاجات اللي احنا اصلا هنشيلها لما الورك يتطبخ. يعني ما تقولوش مثلا ده اتهدر منها حاجة او كده. كل العظم اللي اتشال بيتشال اصلا بعد ما الورك بتاعنا بيطبخ وبنيجي ناكله. طبعا طبيعي العظم بيتشال. فانا خليته كده سهل جدا، مفيش اسهل من كده. طبعا احنا طبعا مش هنحشي كده على طول. لازم ندي للحمة طعم وتتبيلة وتسكيرة للحمة كده، نعرف ان اللحمة زي المشوية بالظبط. لحمة الفراخ معانا ايه بقى؟ رشة قرفة، ورشة فلفل اسود، ورشة ملح، وبصلاية مفرومة ناعم او مبشورة. يا تفرميها ناعم يا تبشريها، بحيث ان احس ان فيها مية كده، علشان لما المية بتاع البصل تنزل على الفراخ تسكر لحمة الفراخ وتخلي طعمها. مفيش احلى من كده، يعني مش هتلاقي احلى من كده. انا عايزه طبعا الفراخ من جوه ما تكونش بيضه، عايزاها تكون حمرا كده زي حشوه الحمام كده. عايزاها تكون محمره فيها حاجه حلوه لطيفه كده. هعمل ايه؟ هجيب معلقه صلصه، او معلقه كاتشب، او معلقه صغيره من بتاع التوابل. بابريكا. التلاتة هيدوني نفس النتيجه. ولو انتي مش عايزه تضيفي اي حاجه منهم تمام، ولو مش متوفر اي حاجه منهم برضو تمام. يعني ما توقفيش نفسك على حاجه. الوصفه في منتهى الجمال يا جماعه والله. هافرد بقى الأوراق بتاعتي أو الحمام بتاعي كده على البلانشة بتاعتي، أو على البوردة، أو على الرخامة، على الحتة اللي ترتاحي فيها. بس لازم تكون ايه، حاجة كده مستطيلة عشان تعرفي تلفي بقى وكده.
قبل طبعًا ما تمسكي الفراخ بقى وتزفّري إيدِك كده بالفراخ، تكوني مجهّزة جنبِك شوية خِلَل أسنان، اللي هي الخِلَل بتاع المطبخ، مش اللي يعني في الخِلَل ديّة اللي إحنا بنستخدمها للأسنان، وبرضه في تجيبي علبة كده تخصصيها للمطبخ زي ما أنا عاملة، بنحتاجها في الحاجات دي بتكون جميلة جدًا. تمام. باعمل إيه بقى بالتتبيلة الحلوة الأمورة دي، بامسك بقى الفراخ كده، أمسك اللحم بقى إيه، أدعكه بالبصل والفلفل الأسود والقرفة، طبعًا رشة القرفة في الحشوة ما تستغنوش عنها يا جماعة، اللي ما بيحبش القرفة بس لو حط ربع معلقة صغيرة من بتاع الشاي بجد مش هيندم على إنه حطها. أنا طبعًا حطيت قرفة في تتبيلة الفراخ وما حطيتش قرفة في الرز. ليه بقى؟ علشان لو الرز بتاعنا فاضي وانت ما فيش عندك مثلا حد بيحب القرفة، تبقى انت كده خدت الطعم المظبوط لحشو الفراخ وكلت الرز كده بالكبدة بالفلفل الاسود وخلاص. معانا كده بصلة بتدبل على البوتاجاز. طبعا احنا كده تبلنا الفراخ وسبناها، يعني اول حاجة نشتغل فيها الفراخ علشان حتى اللحم بتاع الفراخ تشرب من التتبيلة اللي احنا عملناها، اللي هي البصل والتوابل. بعد ما نسيبها بقى هنبدأ نحط بصل على البوتاجاز تدبل شوية، وهننزل عليها بشوية كبد وقوانص المتوفر عندي. انزل بقى بالكبد والقوانص وطبعا هحط التوابل. إيه لو انت عندك يعني كبدتين اتنين والله العظيم هتمشي وهتبقى زي الفل، وتعملي طبعا تقدري تعملي كمية اقل من كده، لان الرز طبعا فاض معايا ما شاء الله. نكمل يعني ايه نتغدى بيه جنب الحمام الكداب بتاعنا. لو انت عامله حاجه جنب الحمام وانت مثلا عندك كبدتين اتنين وعايزه تعملي على قد الحشوه، هتاخدي تقريبا نص كوبايه رز واحده، يعني نص كوبايه رز واحده على كبدايه واحده او كبدتين كمان لو انت عايزه تكتري. و... وتقدري تعملي الوصفه، يعني ما تربطيش نفسك بالمقادير اللي انت شايفاها، لان انا عامله كميه رز كبيره ان هي تكفيني مع الحمام بتاعنا، او هحطه على الغدا علشان احنا بنحب الرز اللي بالقرفه والكبده. تمام. لو انت بقى عايزة تعملي على قد الاربع طورات بتوعك، هتبقى نص كوباية رز وكبدة واحدة او اتنين، وبصلية صغيرة مبشورة، وهتبقى الموضوع تمام وزي الفل. لو انتم ملاحظين انا طبعا ما بطولش معاكم الفيديو، يعني بختصر المراحل. انا ما بقلبش الكبدة الا بعد ما بتتحط على النار لمدة 5 دقايق، علشان لما اجي اقلبها ما تنزلش المية زي ما انتم شايفين. واللي بيغلي قدامكم ده هو الزيت، لان لو الكبدة نزلت ميتها تأكدوا ان كل حاجة، يعني ان في كمية زفارة هتكون موجودة في الرز. واقسم بالله يا جماعة انا عملت الكبدة بالطريقة دي وزي ما انتوا شايفين مفيش ريحة زفارة، بالأمانة بما يرضي الله مفيش ريحة زفارة. ليه بقى؟ علشان طبعا الكبدة مغسولة كويس أولا، طبعا مش بالمية، بالخل وبالليمون. ده أولا. ثانيا الكبدة ما قلبتهاش وما نزلتش أي مية فيها، علشان أنا ما قلبتهاش، سبتها تاخد تشك أو صدمة من تحت علشان أقفل المسام بتاعتها علشان ما تنزلش مية. وبأمانة الرز مفيش فيه أي ريحة زفارة، في منتهى الجمال. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. حطيت رشة ملح ورشة فلفل اسود على الكبدة، واحط ورقة لورا، وهنزل بقى بكمية الرز. كمية الرز اللي انتوا شايفينها كبيرة، واصلا الكبدة ما شاء الله كتيرة كمان على كمية الرز، يعني لو كانت كمية الرز اكتر من كده كانت بقت برضو المقدار تمام. طبعا الكبدة بقى ان هي تكون كتيرة او قليلة ده حسب الذوق وحسب ما حضرتك تحبي او حسب الرغبة. هبدأ بقى اظبط الملح بتاع الرز، وهبدأ اشوح في الرز لما احس ايه ان الرز كده يعني ساب نفسه كده، او حسيت ان هو بيعمل صوت في الحله، يعني طمنت إنه ناشف من الميه تماما. هبدا بقى ان انا ازود ميه. وطبعا حاجه كمان نحاول واحنا بننزل الرز على الكبده ما يكونش فيه ميه. انا غاسله الرز اصلا من قبل ما اولع على الكبده وسايباه يصفي في مصفة الرز، علشان برضو ما ينزليش اي ميه على الكبده. زي ما انتم شايفين الطاسه ما شاء الله ناشفه، والرز والكبده كده، والكبده مش مهريه، يعني كمان الكبده مش مهريه، مقطعاها قطع كبيره علشان ما تتهراش مني، وعلشان ما تحسش ان هي اتعملت في الرز كده ويكون المنظر مش لطيف. فالتقليب يكون قليل والكبدة بتاعتي تكون القطع كبيرة، هتطلع معاكي شوية رز يعني تاكليهم كده لوحدهم حتى من غير حشو، زي الفل بجد. والله يا جماعة طعمهم كان حلو جدا. لو انتم ملاحظين وانا بقلب الرز شايفينه زي اللي خد لون من تحت، علشان انا سبته ينشف قوي وما قلبتش فيه كتير علشان الكبدة ما تتهريش معانا. لو انت مستغنية عن الخطوة دي، عايزة تشوحي البصل بالرز الأول وتشوحي الكبدة كده لوحدهم وتنزلي عليها بالكبدة، تمام. انما انا ما اقدرش اشوح بصراحة الرز مع البصل وانزل عليهم بالكبدة نية، هيكون الموضوع مش لطيف خالص او مش ده المطلوب.
فلو انت عايزة تشوحي كده الكبدة لوحدها وتبقي تنزلي عليها، تبقي تنزلي على الرز بيها، طبعا دي كلها حرية شخصية. جربي الطريقة وان شاء الله مش هتندمي ابدا انك جربتي. شايفين الرز عامل ازاي؟ لونه بني من الفلفل الاسود طبعا ورشة القرفة البسيطة، والزبيب محطوط فيه حاجة كده طعم حادق شوية على مسكر جميل جدا. جربوا يا جماعة تحطوا في الحمام الكداب كده شوية زبيب، او كمان لو في مكسرات زيادة، مش هتندموا ابدا على الفكرة دي. حاجة في منتهى الجمال وطعمها فوق الخيال. زي ما انتم شايفين هحشي بقى الاول الحتة اللي جوه كده، وهبدأ ان انا ايه، يعني ايه اظبط في الحمامية كده بتاعتي واحشيها كويس. اقول لكم بقى حاجة انا ما عملتهاش، بس يعني لو انتوا عملتوها هتسهل عليكم موضوع الفرد. بعد ما نخلي الفراخ زي ما احنا خليناها كده مع بعض، قبل ما احط عليها التتبيلة، اجيب الشاكوش بتاع اللحمة او مدق البفتيك المتوفر عندك، او كعب كوباية عادي، كعب كوباية من بتاعة الشاي لو انت ما فيش عندك اللي هو المدق بتاع البفتيك، يعني تاخديلي كده خبطتين على الورك علشان اللحم يفصل منه ويديكي يعني يوسع الورك معاكي، يوسع، ما يبقاش اللحمة فيه مكلكعة او عاملة تضايق، يعني تبقى صعبة عليكي في الحشو زي ما كانت صعبة عليا. تمام. لما تديله دقيقتين كده هتلاقيه اللحمة ما شاء الله اتفردت معاكي مع الجلدة، بس طبعا نراعي علشان الجلدة ما تتقطعش معانا، لان لو الجلدة اتقطعت يبقى وصفتنا باظت يا جماعة. تمام. نراعي برضو نعمل بالراحة خالص، بس بحيث ان احنا نعمل البتاع نوسع الحماية بتاعتنا. لو انتوا خايفين ان الجلدة تتقطع معاكم من المدق بتاع البفتيك او من اي حاجة، تقدروا بالسكينة وتعملوا فتحات كتيرة في الورك كده زي ما نكون بنتبل فراخ. تقدروا تعملوا فتحات كتيرة كتيرة كتيرة، اللحم كده هيفرد معاكي، هتكون الحشو سهل، يعني هيكون سهل عليكم. هبدأ بقى بخلة السنان، هقفل يا جماعة بقى زي ما بنقفل حمام، بنقفل أي حاجة بقى. هقعد كده أمسك كله طرفين على بعض، وأبدأ بالخلة بتاع السنان أقفل الطرفين اللي أنا مسكته. لما تاخد أي، يعني ما أقدرش أقول لكم الحمامية بتاعتي هتاخد كام خلة. انتي شوية الخلة اللي قدامك كده وظبطي بقى وعيشي حياتك، وكرسي كده واقعدي على البار واحشي بقى، وان شاء الله تاخدي احسن نتيجة. هفضل بقى اقفل كده زي ما انتم شايفين، بس اهم حاجة الحتة اللي تحت اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي العظمية اللي انا ما قطعتهاش دي. شوفوا ساندة الحمامية بتاعتي كده وقافلاها. يا جماعة حاولوا ما تتقطعش معاكم، لان لو اتقطعت هيبقى الموضوع برضو صعب، والرز هينزل في الشوربة وحاجات كتير كده. وبالمناسبة يا جماعة الشوربة بتاعته في منتهى الجمال. يعني الشوربة حطينا فيها طبعا الحاجات اللي احنا حطيناها، الطعم جميل جدا. ولو انت عايزة طبعا الحمام ده تشويه، الحمام الكداب ده تشويه، تبقى حلو جدا. ولو انتوا عايزينه مشوي تقدروا تكتبوا لي في الكومنتات، نعمله نحشيه فريك، ونشويه في فرن البوتاجاز. لو انتوا حابين ده تقدروا تكتبوا لي في التعليقات، وطبعا عينيا ليكم وطلباتكم اوامر. شوفوا شايفين عامل ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. هفضل بقى ان انا احشي الكمية بتاعتي، هعمل برضو كمان واحد معاكم علشان ناخد بالنا كمان الحشو. طبعا الكلام ده للبنوتات الصغيرين او اللي لسه داخلين المطبخ جديد، ما تستصعبوش حاجة. كل حاجة سهلة والله يا جماعة وبسيطة، وكلها على قد ايدينا ان شاء الله. طبعا لو انت مش عايزة تحطي اصلا كبدة في الرز، طبعا براحتك خالص، وهيكون زي الفل. شوية قرفة وشوية وبصلاية كبيرة، والموضوع والله هيطلع معاكي زي الهنا. كده كده احنا حاشيين فراخ، فعادي جدا لو ما حطيناش كبدة، طبعا ده مش ضروري اطلاقا. طبعا انا ان شاء الله برضو هعمل حمام كداب تاني بس بالفريك بقى، وهنشويه في الفرن مع بعض. بصراحة لان عجبني جدا، وان شاء الله هنخترع كده شوية حاجات، وربنا يعيننا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين بقى هحاول اقفل كده الحمامية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين، لو انتوا طبعا الورك بتاعكم عريض شوية عن ده او كبير ما شاء الله في الحجم عن ده، طبعا هيديكوا حمامية كبيرة. طبعا على حسب الورك، لو الورك كده وسط زي اللي انتوا شايفينه، طبعا الاوراق اللي انا كنت عاملاها كانت صغيرة شوية الى حد ما كانتش كبيرة. لو انتي الاوراق بتاع اللي عند حضرتك بقى موجودة كبيرة، هيديكي طبعا حجم اكبر. فكل دي طبعا على حسب المتوفر وحسب الموجود. طبعا يا جماعة انا غاسلة ايدي وتمام وزي الفل. بس بحاول اشتغل يعني ايه، بشتغل علشان طبعا ايدي هي بقدر اتحكم فيها، لان الحمام ما ينفعش اعمله بمعالق او بكلام من ده، بس علشان
يكون الموضوع مظبوط معانا. هافضل بقى كل طرفين كده هامسكهم هاحط فيهم الخلة، كل طرفين هامسكهم واحط فيهم الخلة. حشيت طبعا ال4 طوراق بتوعي زي ما انتوا شايفين زي الفل. معانا بقى حلة وحاطة فيها البوكيه جرنيه بتاعنا. هو ايه بقى البوكيه جرنيه؟ بصل، ورق لورا، مستكة، حبهان، ملح وفلفل اسود. وما حطيتش طماطم يا جماعة، لو انت عايزة تحطي طماطمية حطي، بس انا ما حطيتش طماطم. وانا قلت بصراحة انا هسلقه كده كده ومانيش محتاجة الشوربة، بس بعد ما طلعته اصلا من الشوربة وشميت ريحتها ودقتها في منتهى الجمال. طبعا ده نتيجة ان الفراخ مغسولة كويس، ومفيش رز واقع من الفراخ بتاعتنا في الشوربة. فطبعا هتكون تمام وزي الفل. المية بقى غليت معانا والخضار غلي فيها، هنزل بقى. عارفين فكرة الممبار كده؟ هي نفس الفكرة بالظبط. بس طبعا عملنا الحمام مع بعض قبل كده، بس طبعا مش بسقطه في مية اطلاقا. الحمام انا بشوحه بمعلقة سمنة بلدي كده وبصلاية ومستكة كده، وبيبقى الموضوع تاني خالص، بيبقى حاجة تانية. انما ان الحمام كده احطه في مية بيكون الموضوع صعب عليا قوي يا جماعة بصراحة. ما بحسش ان الطعم بتاع الحاجة او التست بتاعها ما بيكونش عالي. كل ما الحاجة اتشوحت واتضاف لها حاجات بتعزز من طعمها ونكهتها، كل ما بتكون احلى اكيد طبعا بكتير. فانا سلقت الفراخ دي النهارده كده معاكم، وقلت برضه اشوفها عامله ازاي. بس هي شوربتها ما شاء الله حلوه وطعمها في منتهى الجمال. وحمرتها برضه كده في شويه زيت، مش هقول لكم سمنه، في شويه زيت، وكان الموضوع فل قوي. مش كميه الرز اللي باقيه معانا من الشويه اللي احنا عملناهم. وكان زي ما انتم شايفين مفلفل، والكبده باينه، والزبيب باين، يعني الزبيبايه باينه والرز باين والكبده باينه، مش اي حاجه مهريه ولا كل الكلام ده. طبعا هو لما الحمام الكداب طبعا زي الفراخ يا جماعه، طبيخه زي الفراخ عادي خالص. يعني لما استوى وطيت عليه شوربه غليت على نار هاديه، لما استوى قمت حمرته في زيت عادي. بس مرضتش اجيب يعني مرضتش اطول عليك الفيديو اكتر من كده. قلت هو اهم حاجه طريقه الحشو بتاع الحمام والخلي بتاع الفراخ. زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال. طبعا انتوا بتقولوا كان في اول الفيديو 4 والوقت 3 يا جماعة. اولادي يعني كانوا 1 وانا بحمره والحمد لله. زي ما انتوا شايفين اهوت، شكل ولون وريحة وطعم. والله يا جماعة مش يعني مش كلام وخلاص، في منتهى الجمال. او مش ان انا مش بشهد ان انا اللي يعني إن بشكر في الحاجة اللي انا عاملاها، لا هو حلو جدا، جربوه. يا رب بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم.